علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي: باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء. باب يحيى وحي كيمي ogolaanshihi la ogolaaday soo jeedka salaada cishe gadaasheeda la soo jeedo iyadoo waxa lagu soo jeedayaa uu yahay cilmiga sharciga ahaa mudaakarayntiisii iyo barashadiisii oo ujeedada lagu soo jeedayaa ay tahay dan ka mid ah danaha dadka muslimiinta ah iyo xaajooyinkii caamka ah. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحوها يسمر ملكي سوچيدا مع أبي بكر لو تركيسا في أمر أرن بوكسو جيدي ومن أمر المسلمين تأرن كودي يتلدو ذا كامدا وأنا أنونا معهم اللي شركوا ذا أنا هاي وأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي شو حديث كإمام أحمد بايسنا ورني الله بقولي الله باتني السقال. وفي الباب وحاكسوا عن عبد الله بن عمرو حديث لقور اليوم أبو داود أيا في سننه يعني مركا كور من يصدحكم بقول لحنا يصدح. إمام أحمد بن خزيمة بن حبان باورنه. وأنا حديث كيها كان النبي الله يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح. نبي غدان صحابة أنها يوحون الشيكين جري reer banu Israa'iil iyo xaaladoodii buu nooga warrami jiray. habeen dhan buu nooga sheekayn jiray ilaa waagu uu ka bariyo. laa yaquumu ilaa ilaa cudmi salaah, yani uma istaagi jirin ilaa salaada faralka ee waajibka mooyaane sheekada uu noo wado. wa Aws ibn Xudayfa, xadiisu Aws ibn Xudayfa Abu Daawud ayaa fi sunani ku warinaya 1393, ابن ماجه 473، أحمد في مسنده، ابن سعد في الطبقات. وعمران بن حسين حديث كيسي ابن خزيمة في صحيحه البخاري مسلم، وانا حديث طويل ودار موحى. قال أبو عيسى وحي حديث عمر حديث حسن، حديث عمر وحديث حسن. وقد روى هذا الحديث وحاول حسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يروي في قصة طويلة، أي مع قصة طويلة إذا قصدر إلى سبعة. مركز سنة كان علقمة عمر بن الخطاب ودحيونينكا يعني غير جعفي لو ما علينا يمركا حديث كقيب تاهر لو ما علينا يقصد مركا إن بدون حفاظة من أيشات حيث والله حديث ومدول مستقلة وسنة كيسوه قونية. وقد اختلف ويسكو خلافين أهل العلم ويسكو خلافين ويسكو من دافين. أهل العلم ياسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب تنبيه كمدة إيوه التابعين كمدة يوم بعده عدي كدميس من الثمر سوچيت كلا سوچيت بعد صلاة العشاء الآخرة عشاء دم يعني قداشي سلا سوچيت صلاة العشاء دم. فكريها قوم بان نعميستين منهم أهل العلم لكمنا وحين نعميستين الثمر السوجيت كي عوينتا بعد صلاة العشاء صلاة العشاء كدميس. ورخص ويقلالين بعضهم مركود أهل العلم بركود قرمي وقلالين إذا كان هدوية وحل سوجيدية في معنى العلم، يعني معنى علم ومعنيه سيرنا يهدوية معنى علم سوجيدة يعني ووافقسيه علمي مركو حيوان قياس قادنا يوحي كلام معنى علم له. أما أرمو ضناها مسلمين تالو سوچيدا أما قضية علمي يسدي وحلو الله بر لهذا مركا لغا شريا يعني في معنى العلم معنى علمي وحي لنا ولو سوچيدا. وما لا بد منه يوحي لنا مرمر وروح من الحوائج دنيه
haddii martibaa u joogta martidaas u sheekaynaya waa aroosoo yani shahrulcasalkiibuu ku jiraa ama bilihiibuu ku jiraa islaantiisu u sheekaynaya marka waa wixii dana ah ee markaa lagama maarmaan wa akharu alxadiisi xadiiska badankiisu wuxuu tilmaamay calaa ruksati ogolaansho la ogolaanayo waqad ruwiya waxaa la wariyey can inabiyi sala allahu alay wasalam nebiga waxaa laga wariyey qaala inuu yihi laa samara soo jeed ma jiro yacni ruuxii u caweeye uu soo jeedo ilaa limusallin ilaa ruux tukanayo salaad ku soo jeeda mooyaane ow musaafirin ama ruux musaafira mooyaane marka xadiiskan cumuumkiisa imaamu axmed baa fii musnadii ku warinaya raawi majhuulana wuu ku jiraa dayib cumuumkiisa marka waxaa khasisaya wixii dan iyo xaajo iyo baahi loo qabo in lagu soo jeedo waa bannaantahay amaa nahyigu wuxuu ku dhacayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wakaana yakrahu alxadiisa bacda alcishaa wuxuu nahyigaasi ku dhacayaa yacni wixii aan bannaanayn laqwi iyo maalayacnigii iyo sheekadii iyo haasaawihii iyo wixii la midka ah qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaa fi lwaqti alawali min alfadli wuxuu baabu yahay wixii ku yimi waqtiga hore ee salaada in waqtigeeda hore laga tukado salaad walba waqtiga ugu horeeya laga tukado wixii ku yimi fadli iyo ajar dheeraada oo ruuxu uu helay xadaثna abu camaar wa xuseyn bn xuraysin qaala xadaثna alfadl bn muusa can cabdillaahi bni cumar alcumari ضaciif can qaasim bni qanaam can camatihi eedadii umu farwa wuxuu ka wariyey wa kaanad waxay ahayd miman duul bay ka mid ahayd gabadhaasi baayacati nebiyi sala allahu alayh wasalam dumarkii nebiga la mubaayacooday ee ballanta la galay bay ka mid ahayd qaalad waxay tihi su-ila nebiyu sala allahu alayh wasalam nebigeenna waxaa la weydiiyey ayu lacmaali afdalu camalada midkeebaa ugu fadli badan qaala wuxuu yihi alsalaatu salaad ayaa ugu fadli badan liwali waqtihaa waqtigeedii ugu horreeyeyna laga tukado acmaasha dee badaniga ah wixii yani markaa xubnaha laga sameeyo waxaa ugu fadli badan maxay salaada walidaalika nusuustu way kala duwaysaayo ayu lacmaali afdalu qaala iimaanu biاllaahi wa rasuulihi wixii acmaasha acmaalulquluub ku saabsanna waxaa ugu fadli badan maxay iimaankaa ugu fadli badan ayb marka asalaatu salaadu liwali waqtihaa waqtigeedii ugu horreeyey laga tukado abu daawuud baa warinaya 426 axmedna 26562 salaada in waqtigeeda la ilaaliyana haddii nusuusta qur-aankaaba ina fartay oo ilaahay wuxuu yihi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta in salaada la ilaaliyo munaafiqiintana waataynu soo marnay waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila xadiiskii waxaynu ku soo marnay yacni yarqibu uu fadhiisanayaa ilaa qoraxdii markaa ay ka dhacdo uu fadhiisanayaa uma yusallii 4 afar buu tukanayaa markaa yanquru uu ka dhudhugsiinayo laa yadkuru allaha fiiha ilaa qaliila dhowaan baynu soo marayn qaala abu ciisa wuxuu yihi hada xadiisun gariibun xasan xadaanaa qutaybatu bnu saciidin marka xadiiskani wuxuu leeyahay cilooyin dhowra ayaa ku jira kow cabdallaahi ibni cumar ibni xafsin ibni cumar ibni caasim ibni cumar ibni khadaab alcumari oo mukabarka ahi waa daciif laakiin waqad tuubica waa lagu mutaabiceeyey sidoo kale inqidaac baa ku sugan bayna qaasim ibni qanaam wa umi farwa cilo saddexaadna yani waxay ku tilmaameen markaa idiraab bay ku sheegeen marka laakiin xadiisku waa saxiixun ama xasanun bishawaahidihi shawaahidda kale xadiiska cabdillahi bni mascuud ayu lacmaali yani afdal qaala asalaatu liwaqtiha xadaanaa qutaybata bnu saciidin qaala xadaanaa cabdullahi bni wahbin can saciid bni cabdillaahi aljuhani can muxamed bni cumar bni caliy bni abi aalibin can abiih yani cumar bni caliy bni abi aalibin can caliy bni abi aalibin waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu alayh wasalam nebigu qaala lahu cali wuxuu ku yihi nebigu yaa caliyu caliyow 3 laa tuakhirhaa ha dibdhigin hadday 3 xaaladood ku soo marto ha dibdhigina dedeji ayuu ku yidhi 3 laa tuakhirhaa ha dibdhigin asalaatu salaadii idaa aanat ay idaa xaanat waxadarat
salaadii hadday soo gasho oo waqtigeedii ay timaado nusakda qaarkoodna idaa atat way qorayaan hadday timaado waana isku macna aanat bimacnaa xaanat wa xadarat salaadii hadday waqtigeedii ay soo gasho lasoo gaadho salaadii dib ha u dhigin waljanaasatu janaasadii iyo meydkiina idaa xadarat hadday soo xaadirto ayadana dib ha u dhigin maxaa yeele nusuus baaba ku soo aroortay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi asricu dedejiya buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh mowtaakum kuwiina dhintay dedejiya oo janaasada iyo qabrigii iyo diyaargarayntii iyo dhaqitaanka u dedejiya fain takun saalixa fakhayrun tuqadimuunaha hadduu ruux wanaagsan oo mu'min oo ilaahay ku xidhan uu yahay khayr baad u horumarinaysa maxaa yeele qabrigu waa yani alqabru rawdatun min riyaadi iljanna oo xufratun min xufari niiraan wain yakun siwaa dalika hadduu qof xun yahayna fasharun tadacuunahu can riqaabikum shar baad qowrihiina ka dejinaysa walayimu haweenaydii markaa aan ninka lahaynna idaa wajadad hadday hesho lahaa kufan mid u dhigma hadday hesho iyadana guurkeeda waa inaadan dib u dhigin buu yidhi ayib ayim waxaa la yidhaahdaa haweenayda almara allatii laa sawju laha yacni haweenayda aan ninka lahayn bale garoobta keliya lama yidhaahdee haweenayda doobadda aan ninka lahayn baa ayim la yidhaahda marka walayimu garoobtii ama haweenayda aan ninka lahayn idaa wajadat lahaa kufan mid iyada u dhigma hadday hesho oo keensato dib ha u dhigin ayb kufka fuqahadu waxay tilmaamaan an yakuuna arajulu mila almar'a fi lislaami wاlxuriyati wاsalaaxi wاlnasabi waxusni اlkasabi wاlcamal laakin laa daliila calayha kufka shardiga waxa weeye waa diin iyo akhlaaq ida ataakum man tardawna diinahu wakhuluqahu fasawijuuh maxaa yeelay nasabka iyo waxyaabaha fuqahadu ay shardiyeenna nusuusta iyo kitaabka iyo sunnada marka la eego shardi maaha maxaa yeelay maxaa daliilu haysaan faadima binti qays gabadh qurashiyada waxaa qabay yaa guursaday faadima binti qays markii saddexdii nin ee soo doonay waatan xadiiskeeda soo mar usaama ibnu sayd baa guursaday saynaba binti jaxshin oo qurayshiyada yaa nebiga ugu horreeyey zayd ibnu saabit dayib haddii ilaahay kalo dubaaca bintu zubayr oo nebiga eedadiisa miqdaad ibnu aswad iyo miqdaad ibnu camar ayaa haddii ilaahay ku horreeyey guursaday abaahindin oo nin toobinle ah waataynu soo marnay u guuriya oo kana guursada iyadoo nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh ibnu maaja warinaya xadiiska kun afar boqol iyo siddeetan iyo lix axmedna wuxuu warinayaa siddeed boqol iyo soddon raqamkaabuu warinaya raqamkaasuu ku warinayaa ayib xadiiska sanadkiisana dacfi baa ku jira qaala abu ciisa wuxuu yihi hada xadiisun qariibun xasan xadasanaa axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadasanaa yacquub ibnu alwaliid almadani can cabdillaahi ibni cumar can naaficin mowla bni cumar can ibni cumara qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal alla alih wasalam rasuulka ilah wuxuu yihi alwaqtu alawalu waqtiga ugu horeeya ee min asalaati salaada xaggeeda laga tukado ridwaan ullaahi raalli ahaanshaha ilaahay baa ahaaday waalwaqtu alaakhiru waqtiga ugu dambeeyana cafuwullaahi ilaahay subxaana wa tacaala dhaafitaankiisa ahaaday xadiiskani hadduu sugnaan lahaa haddii dadku inay salaada tasaahulaan buuba keeni lahaa haddiiba lagu yihi salaada aakhirkeeda cafiga iyo dhaafitaanka ilaahay baa ku sugan muxuu samayn lahaa qofku cafiga ilaahay buu beegsan lahaa sooma laakiin qur-aanka daahirkiisu waxa weeye khayrka in loo degdego wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha kacardi asamaa يعني إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رقبا ورهبا فاستبقوا الخيرات قرآنك خير كإن لو دقدقوا تلماما حديث كان عبد الله بن عمر العمري باكتشرة يعني مركع وانا ضعيف اسكداية وموضوع وحاكر كتشرة إنك للأهدو يعقوب بن الوليد المدني يعني إمام أحمد يقيل كي أي كتل ما منه كذاب يحي الحديث هو موضوع
موضوع محوها يا حديثك la dejiyey la been abuurtay nin baad iska dejiyey والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع قال أبو عيسى وحي هذا حديث غريب بمعنى ضعيف وقد روى ابن عباس لاوري عن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نحوه حديثك ورميد لمده قال وحي وفي الباب وحكسبا عن علي بن أبي طالب حديث لقورني وابن عمر ابن عمر حديث لقورني وعائشة وابن مسعود عائشة ابن مسعود حديث لقورني يعني مركا أيام بابك كسبا لما أنتودنا ترمذي بأنه كينية حديث علي وكان هذا إنه صامر لما دبلغه ابن عمر حديث كيسوا يعني كيما كدويد هذه لا يكون إلى سومري وين هو ينظر حديث قال أبو عيسى وحي حديث من فروة لا يروى الموري إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس معها هو يسقن بالقوي من حوق لماها عند أهل الحديث علماء أهل الحديث كأكتوذ والضرب عنه ويسكو إدرابين وعلماء ويسبران برين في هذا الحديث حديث كان ويسكه الإبادين وهو يسقن الصدوق يعني صدوق مركلية وحويه يعني وحال الحجيستا في المتابعات والشواهد ولما هدان خلافين رجع الثقة وقد تكلم فيه وحكاه يحيى بن سعيد القطان من قبل حفظه دنك حفظ جيس حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أبو عبد الله الكوفي يعني كان يدلس أسماء الشيوخ أي تدريسين جري عن أبي يعفور وعبد الرحمن بن عبيد بن النصطاس ابن أبي صفية يعني أبو يعفور الصغير أما الأصغر بالغ عن الوليد بن عيزار عن أبي عمر الشيباني أن الرجل مما قال لابن مسعود عبد الله بن مسعود حكون أي العمل أفضل عمل الصميع كيما وفضل بدن قال وحوري سألت وولدي عنه أي عن الفاضل متك فضل بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ويدي فقال وحوري الصلاة على مواقيتها صلاة وقت جديد لتكدو أيام وفضل بدن بر قلت وحاني وماذا يا رسول الله رسولك إله محاكو حقه قال وحوري وبر الوالدين لبدا والد وبارك الله نقضه إلهي حقيسا كما هضله إلا قرآنك وحكوحتيا حقوق الوالدين بكحتيا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وماذا يا رسول الله قلت وحري وماذا يا رسول الله رسولك لو محاكتك قال وحري والجهاد في سبيل الله الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله كلمة إلهي نكون نقطه يدو الله الكريم مقاربة في صحيح الشام بقول لبعتني يتدوى مسلم نسديتني يشن نسائي اللح بقول يطبن أحمد نصدح كون سديت بقول يصدن دارمي كون لما بقول لبعتني يشن قال أبو عيسى وحي وهذا حديث حسن صحيح وقد روى المسعودي أياوري وشعبة وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد هل وحكبة باوريي عن وليد بن عيسار بيكوريين هذا الحديث يكوريين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى ما نتكن صلاة لوقتها وقت جدي الآخر الدنبي مرتين لبتشر ما نتكن حتى قبضه الله إلى إله وكوف صدى سبحانه وتعالى حلو جدا معناها لما وقتي نبي صلوات الله وسلام عليه الصلاة آخر كيد كما تكن وحان كاهين لبدي مرأة ننكي وتصالها وبحنية مالنا صلاة أول كيد وكتوشيه مالنا آخر كيد مالنكي كلنا جبريل وصلاة أول كيد وكتوشيه مال أمر كيد من وتوشيه آخر كيد النبي صلوات الله وسلام عليه دقن كي سوحوها صلاة إنه كتوكدو وقت هذا فضل بدن وقت الفضيلة وقت الأول مرتين الله وجه صلاة آخر كيد كمان نتكلم حتى قبضه الله إلى إله أوقب ضوض أفصدي أحمد باورني أفر لا تنكن يستغاش يصدق حيال النبي
salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isaga yacni afcaashiisa iyo aqwaashiisa wax lagu jidaynayo o lagu tashriicinayo ummadda khayrka iyo wanaagga iyo samaha isagaa uga dheeraynayay ilaa habeenkii salaatuleylka uu taagan yahay markii gomaduhu ay dildilaaceen la yidhi ilaahay dembigaagii hore iyo dembigaagii dambe waa dhaafay maxaad isu dhibaysa afalaa akuunu cabdan shakuura miyaanan addoon ilaahay u mahadnaqa aanan noqonayn qaala abu ciisa wuxuu yihi hada xadiisun xasanu qariib walaysa isnaaduhu bimutasilin xadiiska sanadkiisu mutasil maaha maxaa yeele wuxuu ujeedaa isxaaq ibnu camr nin kaliya laysa lahu samaacun min caaisha caaisha samaac kuma le ka sanadka inqidaac baa ku jira laakiin shawaahid kale ayaa markaa lagu xoojinaya qaala ashaaficiyu wuxuu yihi abu cabdillaahi maxamed ibnu idriis ibnu cuhmaan ibnu shaafic wuxuu yihi walwaqtu lwalu waqtiga ugu horeeya ee min asalaati salaada xaggeeda la tukado ayaa afdalu ugu fadli badan wa mimaa shayga yadullu ku tusinaya calaa fadli awali lwaqti yacni waqtiga awalkiisu fadliga uu leeyahay inuu ka fadli badan yahay calaa aakhirihi aakhirkiisa in laga tukado waxaa ku tusinaya ikhtiyaaru nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga doorashadiisa nebigu muxuu doortay salaada inuu awalkiisa ka tukado marka shaafici wuu istimbaadaya istimbaad baa la yidhaha wa abi bakrin abubakar iyo wa cumara cumarna waxay doorteen salaada awalkeeda inay ka tukadaan falam yakuunuu maanay ahayn abubakar iyo cumar iyo nebigu yakhtaaruuna kuwa doortay ilaa maa huwa afdalu yacni shayga fadliga badan weeye wax kale maanay doorteen walam yakuunuu maanay ahayn oo laguma aqoon yadacuuna inay ka tagaan alfadla shayga yani markaa fadliga badane dheeraadka inay ka tagaan wa kaanuu waxay yusalluuna kuwii tukaday ahaayeen fii awali lwaqti salaada waqtigeeda ugu horeeya tukan jiray marka shaafici qowlkiisa xaguu ka helay wuxuu leeyahay marka ilen shaafici waxaa udhexeeye waqti baa udhexeeye xadaanaa bidalika arrinkaa waxaa nooga warramay abulwaliid almaki can ishaaficiyi abulwaliid almaki oo ardayda shaaficiya ayaa warkaa noo sheegay baabu maa jaءa fi sahwi can waqti salaati اlcasri wuxuu baab yahay wixii ku yimid hilmaanka uu ruuxu hilmaamo salaadii casrka waqtigeeda uu hilmaamo sahwigu waa hilmaan xadaثna qutaybة bn saciid abu rajaء albaqlani xadaثna lays bn sacd can naafici mawla bni cumr can ibni cumar can الnabiy sal اlه alيه wasalam qaala nebigu wuxuu yihi alladii midka tafuutuhu ay ka tegayso salaatu lcasri salaada casrku ay dhaafayso fakaأnnamaa waxaad moodaa wutira ahlahu ehelkiisii in la baabi'iyey iyo wamaalahu xoolihiisii in la baabi'iyey baad moodaa haddee salaada casrka ilaahay markuu ina faray subxaana wa tacaala salaadahoo dhan inaynu xifdino xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطى waquumuu lilaahi qaanitiin si gaaraa loo xuso nusuus gaaraa ku soo aroortay man salla albardayni dakhala aljanna nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay fakaأnnamaa waxaad moodaa wutira ahlahu ehelkiisii in la baabi'iyey iyo wamaalahu wutira ahluhu iyo wamaaluhu iyadana waa la odhan karaa waxayna u badan yihiin jamhuurtu waxay u badan yihiin wutira ahlahu wamaalahu ayay u badan yihiin marka haddii markaa la idmaariyo yacni mafcuulkaas aan faacilkiisa la magacaabinna yani wuxuu u noqonayaa alladii faatathu yani midkay ka tagtay salaadu yani usiiba biahlihi wa maalihi ficilkaasina waa mutacadi oo wuxuu ku gudbayaa laba mafcuul buu markaa ku gudbaya yani waxay la mid tahay walan yatirakum acmaalakum ilaahay camalkiina yani ma baabi'i maayo bukhaari baa fii saxiixihi 552 muslimna 626 nasaa-i 487 abu daawuudna 414 ibn maaja 685 axmedna 5060 dabaraani 21 daarimina 1230 wa fi lbaabi waxaa ku sugan can burayda ibn اlxusayn xadiis laga warinay xadiisu burayda akhrajahu اlbukhaari bukhaari baa soo saaray bilafdi bakiruu bisalaati اlcasri salaada casrka dedejiya u degdega maxaa yeelay faina الnabiya sal اlه alيه wasalam qaala wuxuu nebigu yidhi man taraka salaata alcasri faqad xabida camaluhu ruuxii salaada casrka ka taga
camalkiisu waa buray xadiiskan marka mushkil buu keenay ishkaal buu keenay jaanibka uu ishkaalka ka keenay waa dhankee xaguu ishkaalka ka keenay muctaqadka ahlu sunnaha waxaa ka mid ahaa yacni iimaanka waxaa buriya maxay dee gaalnimada kufrigun baa burisa soo maha waman yakfur biliimaani faqad xabida camaluh wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin ayib salaada casarka oo laga tagaana haddii keligeedba kufriga gaalnima keligeed kufriga gaalnimo maaha marka ixbaadkani waxa weeye maaha ixbaad kulliye waa ixbaad jus-iya waay ixbaad jus-iya waay ayib ama xadiisu nawfal ibnu mucaawiya xadiiska nawfal ibnu mucaawiya bukhaariga fii saxiixi ku warinaya mujaladka lixaad 612 muslimna mujaladka afraad 2212 bilafdi yani lafdigii warinaya waxa weeye min asalaati waxaa ka mid ah yani salaat alcasri baa ka mida man faatathu ruuxii ka taga fakaأnamaa wutira ahlahu wamaalahu xadiiskan uu lama calayh nawfal ibnu mucaawiya qaala abu ciisa wuxuu xadiisu ibnu cumara xadiisun xasanu صaxiix waqad rawaahu الzuhriyu suhri baa wariyay ayda can saalimin can abiihi yani ibnu cumar ayuu ka wariyay can الnabiy sal اlه alيه wasalam sanadkii hore wuxuu ahaa can naafic can ibni cumar can الnabiy sal اlه alيه wasalam marka lays ibnu sacad baa wuxuu ka warinayey can naafic zuhri baa marka wuxuu mutaabacaynayaa maxay lays ibnu sacad naaficna waxaa mutaabacaynaya saalim ibnu cabdillaahi ibni cumar oo isagana xadiiska ka warinaya can abiihi ibni cumar ka warinaya can الnabiy sal اlه alيه wasalam haddee mutaabacadana waa taqaanaayo wاlmutaabacatu tanqasimu ilaa qismayn mutaabaca taama iyo mutaabaca qaasir qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala baabu ma jaءa fi tacjiili الصalaati ida akharaha اlimaamu wuxuu baab yahay wixii ku yimi salaada in la dejiyo haddii imaamkii muslimiintu uu salaada dib u dhigo imaamka hadda curfiga sidaynu inagu u naqaano looma jeedeen dowladda muslimiinta madaxweynaheeda ama baro saabkeeda ama ninkan gumratooraha ee degmada haysta ayaa muslimiinta salaadooda yacni markaa tujinaya ma jirin diin iyo siyaasad kala saaran ninka xafiiska iyo maamulka ummadda u jooga ayaa salaadana isagaa tukinaya khudbada jimcahana isagaa u jeedinaya wixii wacdiya iyo diinana isagaa u jeedinaya marka imaamkii muslimiintu hadduu salaadii dibdhigo madaxweynihii iyo gumratoorihii iyo ragga la midka ah xadaanaa moxamed ibnu muusa albasriyu xadaanaa jacfar ibnu sulaymaan addubaci can abi cimraan aljawni abi cimraan aljawni yani kunyadaasuu caan ku yahay magaciisu waa inoo iman doona can cabdillaahi bni saamitin can abi dar waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sal اllahu alيh wasalam nebigu wuxuu yihi yaa abaa-darow aada buu nebigu abaadar ugu naseexayn jiray nasiixooyin badan iyo talooyin badan buu jeeday umaraa'un dad madaxoo yakuunuuna ahaanaya bacdii aniga gadaashay kuwaasoo yurituuna salaata salaada dilaya fasalli salaata salaada tuko liwaqtihaa waqtigeedii tuko adigu gurigaaga kusoo tuko fain sallayta haddaad tukato liwaqtiha nusakda qaarkoodna fain sulliyat haddii salaadii la tukado liwaqtiha labada qaabun ba idiin qoraya mubniyu lilmajhuul in laga dhigo iyo yani markaa musamihii in la bineeyo fain sulliyat liwaqtiha waqtigeedii haddii la tukado kaanat laka waxay ku ahaanaysaa salaada dambe aada la tukatay maxay ku ahaanaysaa naafilatan sunnay ku ahaanaysaa wailaa kunta waxaad ahaanaysaa qad axrasta mid koobay oo ilaashaday salaataka salaadaadii baad ilaashatay marka adigu salaada waqtigeeda ilaali imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya 648 abu daawuudna 431 ibn maaja yani 1256 raqamka axmedna yani 20908 daarimi 1228 aada baa abu dar ugu nasixiyey nebigu waxaa ka mid aha yaa abaa dar laa tawaliyanna bayna snayn laba qof madax ha u noqonin buu yidhi walaa tawaliyanna maal alyatiim yaa abaa dar yani inaka imru'un daciif nin daciifaa tahay
imaaro iyo madaxtinimo iyo xil ha isku tawaliyin ayuu yidhi. maca daalika nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abudar markuu ammaanayay wuxuu yidhi cirka iyo dhulku ma hadheeyaan, dhulkuna ma xambaaro ruux abudar ka run badan. ayib ninkii saa loo ammaanay baa laleeyahay xil iyo mas-uuliyad iska daa, waxaan kula jecelahay yani waxaan naftayda la jecelahay baan kula jecelahay mas-uuliyad ka car. hadday nusuustaa ogaan lahaayeen kuwan lacagta ku bixinaya lacag kuma bixiyeen. wa fi lbaabi can cabdillaahi bni mascuud, xadiis cabdillahi bni mascuud laga warinaya jira, ibnu maaja iyo axmed iyo dabaraani baa warinaya. xadiiskana macnihiisu wuxuu ahaa sayalii amrakum min bacdi, aniga gadaashay amarkiina waxaa tawaliyi doona hogaan iyo madaxna idiin noqon doona rijaalun rag yudfiuuna sunnata sunnada baktiya, way daminayaan sunnadii, wayacmaluuna bilbidcati bidcadana way ku camalfalayaan, wayuakhiruuna asalaata can mawaaqiitiha, salaadana waqtigeedii bay dib uga dhigaya. faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah, rasuulka ilaahayow, in adraktuhum yani haddaan gaadho kayfa afcalu sidee sameeya? qaala wuxuu yidhi tas'alunii, miyaad i weydiinaysaa yabna ummi cabdin, maanaad i weydiinaysaa? waa lacnaantay cabdullahi bni mascuud. markaasaa qaacido guud baa loo sheegayaayo laa daacata liman casa allah, daaco iyo adeecid male oo lagu adeeci maayo ruuxii ilaahay subxaana wa tacaala caasiyey ayuu leeyahay. laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq. nushat اlalbaab fii qowli tirmidi wa fi lbaabi mujaladka labaad 457. ayb qaala abu ciisa wuxuu yihi xadiisu abi darin xadiisun xasan wa huwa qowlu gayri waaxidin, waa qowlka iyo siday ku qowleen hal wax ka badan oo min ahli lcilmi ahlucilmiga ka mid yastaxibuuna waxay sunaysanayaan oo jeclaysanayaan an yusaliya arajulu ninku inuu tukado asalaata salaada limiiqaatiha waqtigeedii inuu tukado idaa akharaha alimaamu imaamkii muslimiinta iyo madaxweynihii hadduu salaaddii dib dhigo, uma yusalii wuu tukanayaa haddana maca alimaami imaamkii buu la tukanayaa. wasalaatu luulaa salaadii hore hiya iyada ayaa almaktuubatu midii faralkii iyo waajibkii u ah. waajibkii macnaha wuxuu kaga dhacayaa salaada gurigiisa uu kusoo tukaday. fiiri haddana khilaafkii iyadoo la ilaalinayo ninkaas sunnadii dilay ee muxuu ahaa salaadii waqtigeedii ku cayaaraya, ayaa haddana laleeyahay ninkii yani saxaabigii isagoo gurigiisa kusoo tukaday baa haddana laleeyahay la tuko. maxaa la ilaalinaya? khilaaf baa la ilaalinaya iyo jabhadayn iyo duurgal iyo jabhadi khayrba ma keento. ya jabhadi khayr ma keento. annaga soomaalidu waxaa ishaa noo yeelay yani mid walboo meesha yimaada sidii aynu nacdal dusha uga tuuray. war dadka uun hogaanku ummaddan unbuu ka soo baxayaaye yani wixii khaldanna aan toostoosin, yani wixii wanaagsanna aan ku taageerno. soomaali intaasay garan laada. markaasaa meel daran uu wax looga yeedhinaya. kacbadooda wadamada dariskay noqotay inay sii ordaan oo maalinba meel u sii ordaan. ayib diintu waxay na faraysaa marka isku duubnida iyo wadajirka ummadda. ummadda wadajirkeeduna wujuud iyo jiritaan iyo karaamo iyo maamuus yeelan mayso haddaanay hogaan iyo kala dambeyn helin. haddaanay hogaan iyo kala dambeyn helin. inteena badan soomaalida waagii hore ma fahansan, wadaad iyo waliba lama fahansanayn yani macnaha qiimaha ay leedahay dowladda iyo kala dambeynta iyo waxaas lama fahansanayn. ayib ilaa haddaynaan fahmin, ilaa haddaynaan fahmin oo durbaanun laynoo garaacaya. degmooyin 4.5 war degmooyin iyo 4.5 labadaba adaa dan kale. maxaa maanica? haddaad heshiisaan oo intaad wax ku heshiisaan, waxani waa wasiilo muddo koobanaha 4 sano wixii noolaadeen, maa wuxuun laysku afgarto si ummadda midnimadeedii iyo balorta zero baa ma ka bilaabinaayo bal si aanu number 10 iyo wax u gaarno, maa wuxuun laysku afgarto. markaasaa shacabkiina qolo waliba meel bay durbaan ka garaacayaan. annagu degmooyinkaan taageersannahay, annagu 4.5 kaan taageersannahay. maxaa taageersanta? ayib waa in la helaa yani waa in la helaa ummaddu inay soo gaadho inay isu tanaasusho. haddaad adigu u tanaasuli weydo kii kula diinta ahaye kula afka xataa hadduu kaasad bursanayo u tanaasul. haddaad isaga u tanaasuli weydo mid ka sheeyaad u tanaasul oo wax kuu yeedhinayo. karaamadeennii iyo kala dambeynteennii iyo ummadnimadeennii iyo dadnimadeennii intiiba waa ku dhuntay.
ayb ninkii malaha baabka ka hadlo yidhahdo war baasha mucaaradka iyo burburinta laga daayo waxaa gurub baa lagu shaamadaynaya xaroraya maha ayb ya baabu maa jaa fi nawmi can isala midda kale naqdigu wax ma dhiso naqdiga haddaan ku barbaarno uun muxuu ahaa inaan wax naqdino un hadda ilahi malaa'ig buu inoo soo diraya mise rasuul baa inoo imanaysa qofkan dadkan hogaankaayo ummadun bay ka imanaya ummaddu marka ha gaadho inay ninka akhyaarka ah iyadu ay soo saarto ha gaadho laakiin si taa loo gaadho horta dadkan inuu hortaagan ee iyagu maanta muxuu ahaa mas-uuliyaddii qaaday iyaga ha la taageero wixii wanaagana ha lagu taageero wixii macsiyo iyo xumaan ay sameeyaanna ha looga naseexeeyo waa la yidhaha warsaa iyo saas dalka iyo dadka iyo diinta danina uguma jirto qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaa fi nawmi can isalaa wuxuu baab yahay wixii ku yimi hurdada yacni salaadii in laga seexdo maxaa xukunkeedu noqonaya hurdaa kula tagta xadaثna qtaybaة bnu saciidi xadaثna xamaad bnu sayd can haabit bn aslm albunani can cabdillaahi bni rabax alansaari can abi qataada qaala wuxuu yihi dakaruu linabiyi sal اllau alيh wasalam nebiga waxay u sheegeen saxaabadu waxay nebiga u sheegeen nawmahum hurdadoodii can isalaati salaada ay ka seexdeen faqaala wuxuu yihi suubanuhu inahu arrinkiiyo shanigu wuxuu yahay laysa fi nawmi hurdada ma ahaanin tafriidun gabodfal ma ahaanin haddaadan adigu saamaleylin oo habeenkii aadan tv iyo bele ku saamaleylin haddaad intaad seexato yacni hurdada aada gashay wax gabodfala yacni maad samaynin wax maxaa yeelay allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qada calayha almowt wayursil اlukhra ilaa ajalin musama nebigu wuxuu yihi inama tafriidu gaboodfalku waxa weeye fi lyaqadati soo jeedka ruuxu isagoo soo jeeda inuu salaadii ka tago faidaa nasiya axadukum midkiin hadduu hilmaamo salaatan salaad u hilmaamo aw naama canha ama uu ka seexdo falyusalliha ha tukado idaa dakaraha markuu xusuusto yacni salaadaada ilahi wuxuu leeyahy wa aqimi salaata lidikrii salaada og waa xuskaygiiya salaaddii subax baad ka seexatay hurday kugu dhaaftay gaboodfalna labaad dhinaca markaad u seexatay unbaad waxaad aragtay iyadoo salaaddii laga baxay ayb war qoraxdii baa soo baxday iska daa duhurkan qallaynaya ma jirto waxaas qoraxda marka ay soo baxday tukanaysa nebigu wuxuu leeyahay falyusalliha idaa dakaraha marka uu xusuusto ama uu soo tooso ha tukado ama qaabka inagu ayna samayn jirnay soomaali haddaana maxaan u geen jiray duhurkaan u geen jiray ya duhurkaa saxma duhurka inaad gaarayso ayaa kuu ballan qaada ayb xadiiska waxaa warinaya muslim baa fii saxiixii ku warinaya 681 nasaa-ina fii sunanihi 614 abu daa-uudna fii sunanihi 437 ibnu maaja fii sunanihi 698 وفي الباب وحكسوا عن ابن مسعود الحديث عبد الله بن مسعود لقوري وابن مريم وعمران بن حسين وجبير بن مضعم وابي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي وابي سعيد الخدري وعمر بن أمية الضمري ودي مخبر ويقال دي مخمر وهو ابن أخي النجاشي ويلو أدير أهاوة حديثك عبد الله بن مسعود أبو داود النسائي باورنية حديثك ابن مريم صاحب تحفة الأحوذ بوحوليه لم أقف عليه لكن نسائب كتاب المواقيت قصة صار اللح بقول هي قوبية لغة الرقم وأما حديث عمران بن حسين أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود أما حديث جبير بن مضعم أسقنا الإمام أحمد في مسنده قصة صار لحية منكم صدح بقول أفر نسائي في سننه لح بقول أفر إلى بعد وأما حديث أبي جحيفة أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير وأما حديث عمر بن أمية أخرجه أبو داود وأما حديث دي مخبر أخرجه أيضا أبو داود أي في سنن كسوصار قال أبو عيسى وحي وحديث أبي قتادة حديث كيسة حديث حسن صحيح وحديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم وحيث خلافين في الرجل منك وينام سيحني عن الصلاة صلاة كسيحني أو ينصاها أما هلمامها أو فيستيقظ الصوت برانوغي وصوت وصية أو يذكر أما حصوصانية وهو في غير وقت الصلاة وقت الصلاة يسر أنجو
يذا وقت صلاة أنا كل سجنين معناها وقت صلاة وبحي يصور خصوصا يعني الذي كسوتوسي عند طلوع الشمس قرح لي مركز صوب حضي أو عند غروبها أم قرح لي مركز على أكتير فقال بعضهم مركود وحيل هذه العلماء كم يصليها وتكنيا إذا استيقظ مركو براربيه صوته أو ذكر أم حصوص تهدوه المثنى وإن كان هبا هذا عند طلوع الشمس قرح لي مركز صوب حضي هبا تشوقيه أو عند غروبها أم قرح لي مركز دعس وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك علماء الحجاز المحدثين تعالى أحمد وإسحاق والشافعي ومالك وحيل هذه روح مرهدي الصلاة اللي أي هردك رافطي أما قرح لي هالصوبح أما قرح لي هد عليه صلاة دي إنه تكذر لو قبهية وأنا سيد حديثكم يعني مركا وحوشري بعضهم نوحيلة وقال بعضهم نوحيلة الله يصلي تكن مايو حتى تطلع الشمس إلى قرحه أي صوبح أو تقرب أما يدعى بعضهم مركا اللي وكوه وحنفية هذا أنت وشو جميع تفضل رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة حبابي هاي روحي وهلمامي صلاته هلمامي حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة والضاحي بن عبد الله أن يشكر عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلا وحي من نسي صلاة روحه المام فليصليها هاتكذا إذا ذكرها مركو خصوص البخاري في صحيح يكون من الشمس والسلاش يتدور مسلم اللحب قول سديتني أفر مسائل في سنن اللحب قول يلميت وأنا بداود أفر بقول أفرتني اللبن بن ماجه لحب قول سلاش اللح أحمد مصدح يتوكم بقول سد الإسديد دارم يكون له بقول واتن السلام وفي الباب وحكسوا عن سمر بن جندب بن قتادة حديث سمر بن جندب يا أبي قتادة يا الملكة وإمامنا أبي قتادة وإن صوم سمر بن جندب وإمام الدول قال أبو عيسى وحي حديث أنس الحديث كأنس بن مالك هو حديث حسن صحيح ويروى بحال عن علي بن أبي طالب أنه قال إني في الرجل منك وينسى صلاة الإمام يصليها وتبني متى ما ذكرها مركو حصوصته في وقت صلاة يسقط أو في غير وقت أو وقت صلاة يسقط أن تشوق المرة المتكنية وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ويروى وحال عن أبي بكر نفع بن الحارث صحابي اللي وحال بوري أنه نام مكسح عن صلاة العصر صلاة عصر مكسح فاستيقظ مركاسو برا وصوته عند غروب الشمس قرح مركعين عيسى فلم يصلي ما نتقن حتى غربت الشمس إلى قرح يدعى وقد ذهب قوم وحيكوتك من أهل الكوفة غير كوفة كاملة وحنفية يكون لمتك إلى هذا أركاس يكوتك وركاس أبو بكر يقاتل وأما أصحاب تيداه الحديث كنا فذهبوا وحيكوتك إلى قول علي بن أبي طالب وحيكوتك باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ عبابي هاي ننكي وصلاته ونني أي نافيان دور صلاة أي نافيس بأيتهن من دودين يبدأ كبلابي حدثنا هناد بن سري الكوفي قال حدثنا هشيم بن بشير عن ابي سبير محمد بن مسلم بن تدرس عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود وحر إن المشركين قالدي شغلوا وحي مسؤولي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي عن 4 صلوات أفر صلوات ذيك مسؤولي يوم الخندق يعني مالك خندق أحساب مفيس في القضي حتى ذهب إلى وتري من الليل همينك حديث وكتري ما شاء الله الله انتو دونه فأمر بلال بن فري فأذن آدامي ثم أقام وأقيم فصلى الظهر كيبوت كذي ثم أقام وأقيم فصلى العصر كيبوت كذي ثم أقام وأقيم فصلى المغرب كيبوت كذي ثم أقام وأقيم فصلى العشاء كيبوت كذي مغرب بالتشوقه حلقوا بلابي ظهر بالغوا بلابي طيب هل آدم باللوغ آدمي صلاة والبركة قولي ذا لوغ أقيمين طيب نسائي في سنن كورا اللحب يكون الإمام أحمد ما صدح كما شام وقال فرتني شرقا
فقه كجرى سقى كوفا فاهم دون قال وفي الباب عن أبي سعيد حديث لقوله أخرجه الإمام أحمد والنسائي وعكله كجرى جابر بن عبد الله حديث جابر بن عبد الله أصدقنا يعني مركا وحاولنا إياه إمام أحمد هي النسائي غير كود باورنا قال أبو عيسى وحي حديث عبد الله بن مسعود حديث كيس ليس بإسناده سند كيس معها بأس وحدك مجرى سند كيس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع كما مغلق من عبد الله وحن كاهين أبا عبيدة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يعني أبوه كمان مغلق وهو الذي متكوي اختاره أي دورتين بعض أهل العلم قبركود في الفوائت صلاته تغيين سدار وقليه أن يقيم الرجل منكم يوم أقيم لكل صلاة كست إذا قضاها مركو قلين وإن لم يقيم هدان أقيمنا أو صلاة وسكت كذنا أجزاءه وكلب ليساء وهو قول الشافعي وأنا قول الشافعي صلاة كست إذا أقيمنا وأسئلة مستحب كأه هدان أقيمنا وصلاة والبقولين يدوت كذنا إذا ربنا وحدثنا محمد بن بشار بن دار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبو وهشام بن عبد الله الاستوائي عن يحيى بن أبي كثير الطائي حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال وحر يوم الخندق مالك خندق نفيسك لقضي وجعله حب قال يسب كفار قريش قال ذي قريش يدنو عاي قال وحر يا رسول الله رسولك إلهي ما كدت ما نسيين وأمان النوان نصلي العصر عصر كإنا أنتكذب حتى تغرب الشمس إلى قرح ذي كدعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحر والله إلهي ما قدرت إن صليتها أي ما صليتها أنا ما تكن فنزلنا وندقني بضحانا تقى بضحانا إلهي أيان ندقني وتقى يوادي يدي مركة مدينة مرعي فتوضأ ويسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ويسقط وتوضأنا أننا ويسقطنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحر تكذي العصر عصر كي بعدما قربت الشمس قرح المركة إلى ثم صلى بعدها مغرب كداشي سنوات تكذي عصر كداشي سنوات تكذي المغرب كي وتكذي بخاري ما في صحيح كل يوم شام مغرب سداشر قال أبو عيسى وحي هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر حبابي يوحي كي من صلاة الوسطى واتي ما صلاة عصر ما سوى صلاة الظهر حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الضيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن سبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى صلاة الوسطى صلاة بحدحاتك أي وحوي وصلاة العصر صلاة عصر ضيب البخاري في صحيح اللحم بقول يسديد يلا بعتها أبو داود نافر بقول يسقال ابن ماجه اللحم بقول سديد اللحم أحمدنا يعني صدح كون سديد بقول يسقال في مسنده هذا حديث حسن صحيح حدثنا هناد بن سري أبو سري الكوفي حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن حسن بن أبي الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحال قولي أنه قال من صلاة الوسطى صلاة الاحدحات هي صلاة العصر به قال أبو عيسى وحي هذا حديث حسن صحيح إمام أحمد بن في مسند يكون يستغال يتمر لحب وقال أفرت الإلام وفي الباب وحكسوا عن علي حديث لقوري وعبد الله بن مسعود وسيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم وعتبة طبعا يعني صحابة لقوري قال أبو عيسى وحوري قال محمد قال علي بن عبد الله وحوري علي بن عبد الله المديني وشيخ البخاري حديث الحسن بن سمرة حديث الحسن يعني البصري حديث قوري عن سمرة بن جندب كوري وحديث حسن صحيح وقد سمع منه كمقل روى الترمذي انه كدريسيه وحال يسكو هيستا انه هو سو شيخني سماع حسن البصري ما كمقل سمرة بن جندب يسوح كمقلين قال ابو عيسى وحي حديث سمرة حديث كسمرة في صلاة الوسطى كسابسا وحديث حسن وهو قول أكثر العلماء انتو هذا بدن قول كودا يكون تقويه علماء صلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي كمل هي وغيرهم غيركم وقال السيد بن ثابت وحوري وعائشة صلاة الوسطى وحوي وصلاة الظهر عائشة وحالة صهري سيدا خلاف سنة
أبو داود كواتين نقصوا مرة مصحف كمركي اللو يريني يعني مركي مصحف يريني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هل كان مركز سوق قالوا نمكي كاتبك وحقوق ريواتيتري يعني صلاة الوسطى وحوية هي صلاة العصر وقال ابن عباس وابن عمر وحيلا صلاة الوسطى وحوية وصلاة الصبح سيدي تقول قول ما مسلمة كتير لكن قولك أقول راجع سنة وحوية صلاة الوسطى إلى تهي صلاة العصر حدثنا أبو موسى محمد بن مسلم قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن شهيد قال لي محمد بن سيرين وحولي سل الحسن حسن بالويدي ممن عند سمعه كمغلي حديث العقيقة حديث والقش كصابسا أما وقلش كصابسا عده كمغلي ويدي فسألته مركزان ويدي فقال حولي سمعته عن كمغلي معي من صمر بن جندب عن كمغلي وأخبرني محمد بن إسماعيل بأيور حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث قال محمد وحيد قال علي بن المديني وحيد وسماع حسن سماعي سيمق الكيسة من صمرة بن جندب كمغلي صحيح يعني صحيح واحتج بهذا الحديث كان أبو دليش صمرة بن جندب ما كمغلي يعني حسن البصري ما كمغلي صمرة بن جندب قال اسكوها يعني شن قول باكجرة مسألة قالوا وحي إليه سمر بن حسن البصري كمان مقلين سمر بن جندب أحاديث بكمان مقلين لكن وحوها لي وجاد الصحيفة دي أحاديث دي أي كو قرنيد سمر أي كو قرنيد ووحو كهلا عن أهل بيتي وكهلا قالوا وحي إليه أحاديث العقيقة إيا أحاديث كومن وكهلا يعني بكم مقلي أنت كلوا الصحيفة قالوا وحي إليه وحوبة كمان مقلين قول كمرك معتدل كي أقول على حسن وحويه سمر ابن جندب سماعي يعني وكم أغلي إنك اللي هذا حسن البصري سماعه وكم أغلي سمر ابن جندب إنه صحيح يحسن البخاري علي بن المديني أي مرة باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر بعكوي من عبيس لم يعني يستشرع إنه كهذا صلاة عصر قداشي إذا إن تكون صلاة سنة أما صلاة الصبح قداشي إذا صلاة سنة يعني بركة إلا تكون حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا منصور بن سادان عن قتادة بن دعامة السدوسي قال أخبرنا أبو عالية عن ابن عباس قال سمعت يعني وحان مغلي غير واحد هل وحكى بدنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي كمدة منهم وحاكمد الصحابة عن حديث كم مغلي عمر بن الخطاب كمدة ابن عباس بحوليه وكان عمر روحها من أحبه مدك اللغو كان قعيل بدنيها إلي حقيقة صحابة مدك اللغو جعلها يبوها محان كما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إنها وحور رابه عن الصلاة صلاة برهن بعد الفجر فجر قناشي إن صلاة لتكدو وصلاة صواب الهين لكن سنها صبح كهر يهدي واجب كي لغاه قالوا فرل كي لقالوا مركز فرل كبح دوا تكون كرتان حتى تدلع الشمس إلى قرحنا ويصوب بحده وعن الصلاة صلاة برهن سنها بعد العصر عصر كدم حتى تغرب الشمس إلى قرحنا بخاري مسلم نسائي أبي داود بن ماجه أحمد غير كالبولين وفي الباب وحفصنا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبي هريرة يعني وابن عمر وسمر بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم نبي كمان مغلق وسلمة بن أكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمر بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية لما حديث توداس قال أبو عيسى وحي حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر من الفقهاء أبدا كود قولك أي كقولان يسني كتر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي كمله يوم بعدهم عند إيجا كذب به أنهم يجوا كرهوا حين عبيستين صلاة بعد صلاة الصبح قداشي لم تكذب وصلاة الصلاة الهي حتى تدلع الشمس ولاقى الرحضة ويكسوا بحضه وبعد صلاة العصر صلاة العصر قداشي لم تكذب حتى تغرب الشمس ولاقى الرحضة ويكدعه وأما الصلوات الفوائد صلاته كاتل يكون رافع لقليني فلا بأس بالملك أن تقضى إلا قليل يعني بعد العصر عصر قداشي وبعد الصبح قداشي قال علي بن المديني وحولي قال يحيى بن سعيد وحولي قال شعبة وحولي لم يسمع قتادة كمان مغلين من أبي العالية كمان مغلين
إلا 3 أشياء صدق حديث مكمل في محدثين حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم مركوا التقوية وحديث كان حوشني حديث حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس صلاة تكدو عصر قداش زي لا قرح وكدعنا وبعد الصبح صلاة الصبح قداش حتى تطلع الشمس وحديث هذا المصور وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا ينبغي مهبون لأحد الروح مهبون أن يقول إنه إله أنا خير من يونس ابن متى يونس ابن متى أنا كخير بدن روحي إله وقال في صحيح يقول لي صدحكم وصدحكم سقاش من لح مسلمنا لمكم صدحكم قلت ضوات اللي يتضم أبو داود أفركم لح بقول لحنا يسقال أحمد من لمكم بقول لحنا يستير وحديث علي بن حديث علي الغداة الثلاثة غادياش وصدح أخرجه ابن أبي شيبة صوصار مجلة التضوات لا بقول صدر يكون أبو القاسم البقوي في الجعديات بيهقي أي صوصار محمد البقوي في شرح سنة موقوفا أما حديث السنة مرفوعا بكسبه بريدة بن الحصين وحنا يموي من دون أكون صدح بقول يتضبيته باب ما جاء في الصلاة بعد العصر صلاة العصر في دلاش سنة كدوحي كوين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير بن عبد الحميد يعني الضبي عن عطاء بن صائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من بحوت كذا الركعتين اللي رجع عدود بعد العصر عصر كذا لأنه محايل آتاه حوله المال حوله فشغله مكاشين مشكل يعني ركعتين اللي رجع عدود بعد الظهر كذا فصلاهما مكاسوت كذا بعد العصر عصر كذا سوت كذا ثم لم يعد لهما وما الله بل لبدا ركعتين العصر كذا زي ما حديث هو ضعيف سند كيسة ثم لم يعد لهما روى منكر جرير ما سمع من عطاء يعني الحكم غلي في وقت الاختلاط ابن معين حليها ومن سمع منه جرير يعني جرير ما كان لك سوى اختلاط في وقت ويسكت الدستوي كجرة كما غلي ليس من صحيح حديثه إليه. طيب وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى حديث ابن عباس حديث حسن وليه حديث حاضر لا تحسينيه حتى ثم لم يعد لهما ومنكر وقد روى عمري غير واحد هل وحكى بدنا يوري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكوري أنه صلى إلى النبي تكذا بعد العصر عصر قداش ركعتين إلا بركعته وهذا كاسد خلاف ما شيء خلافه يروي عنه الأولي أنه نهى إنه النبي عن الصلاة بعد العصر عصر كذا ليس حتى تغرب الشمس إلى قرح ويكدع وحديث ابن عباس أي أصح حديث ابن عباس هذا يصور لنا كسر حسن حيث قال مركوي لم يعد لهما أمنقا وقد روي والولي عن سيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس بالقولي حديث كسيد بن ثابت الإمام أحمد باصوص على يقوم لا تنكم لحم قل يلميكم سنة كيسان الضعف ما كترة طيب سيدة صحيحة إمرك وحويه علابا النبي كما شكول السنة لما يرجع عدود الظهر كإنه تكذب كهري ما بقى هين حول يمال ما هي عائشة يوم سلمة في الصحيحين وحيكون رؤيا مسور ابن مخرم يا عبد الرحمن بن هرمس يا ابن عباس باك فريد قري عائشة مسألة السوري دي وحيها أم سلمة ويديت أم سلمة مركي أتكتي نبي وتكني ويدي سواحة اللي بدر عدود عصر كقدم بيه ومدنا واتكرر تأذبنا واتكني سامحيتها نبي يقول صلوات الله وسلام عليه يعني وادي ويديسي يا ابنة أبي أمية سألتني عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني الناس من عبد القيس فشغلوني سمينا زوجة تدعى شيء عبد القيس مفتي ودي كم لايين فشغلوني يعني مركز صلاة دي مشكولة وانكون رواية ورد يستمر لم يعد لهما أيضا الضعف ما كتر وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات ما روي عنها وحلقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها عائشة ينسوا من بعد العصر عصر في قداشر إلا صلى ركعتين إلا لربع عدد متكبين وروي عنها وحلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نهى إلى الهبلين عن صلاة بعد العصر عصر كدم ليس حتى تغرب الشمس إلى قرح العظم وبعد الصبح صلاة صبح كدم ليس حتى تطلع الشمس والذي مثل اجتمع عليه أي كل من علمه يعني أكثر أهل العلم البدن كله وعلى كراهية صلاة إلى نعبيستي صلاة سنة
إلا تكذا بعد العصر عصر كجدال حتى تغرب الشمس إلى قرح ضائع وبعد الصبح صبح كجدال حتى تطلع الشمس إلى قرح صبح إلا ما استثني وحي لك صور رياضي من ذلك أركان وياه مثل الصلاة صلاة المتكنة بمكة مكة المتكنة صلاة مكة يد النهي عصر قداش صبح قداش وقت المتكنة بعد العصر عصر قداش حتى تغرب الشمس إلى قرح ضائع وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الدواف قداش وأنا حديث كجبير بن مدعم نبي برياض بن عبد مناف يعني لا تمنع أحدا ضافا بهذا البيت يعني من أي ساعة شاء من ليل أو نهار الحديث كان سكسر يدي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحلقه رخصة أو قلاش في ذلك أرك وقد قال يعني به أي بهذا المذهب يحاول قوم ومن أهل العلم كمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي يقولون بعد العيد يكذب به وبه وبهذا المذهب يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد كره قوم بأن يعبستين من أهل العلم كمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعد العيد يكذب به الصلاة بمكة مكة المتكنة أيضا بعد العصر كجدال يوم بعد الصبح كجدال وبه يقول سفيان الثوري ومالك ابن أنس وبعض أهل الكوفة أبو حنيفة إيه سفيان الثوري إيه مالك يقول حلا أما حرم المتكذا أمريكا المتكذا يعني صلاة نهي قاس على خص قرآن لكن وحى كسح عن قلده هراء إمام الشافعي إيه حديث كنبي قال تاجيره صلوات الله وسلام عليه إنه خصص حكم كجارك قصة أروري معها كعبة يعني مكة قصة أروري وحى كله مسألة كبحية صلاة الصلاة صلاة صلاة مثلا بعد العصر بعد مساجد الصوب شيء تحية المسجد ما تكونيسا وتكونيسا معايا والصلاة الصلاة اللي هو عموم كتخصيص باقي ليه صلاة الصبح بعد تكدي سنه ماذا سن قالين سنه ما تكونيسا مثل ما تكونيسا هوا تكونيسا أعطينا صوم الرحلين كي أنتوا تكدي النبي يقول الصبح 4 وإقرار النبي إقرار يسومه وشيء لو يرجع عدد الصلاة سنها الصبح أن تكونيا marka labada mas'ala gaarka waxa kale oo ka baxaya salaadii ruux uu qalleeyay marka waqtiga uu gudanaya haday xataa ku beeganto waqtigii nahyiga waajibka lagu lahaa wad gudanaysaa wad qalleynaysaa wallahu subhanahu wa ta'ala ala as-sawab ala billahi tawfiq